اهلا بيكم. حبيت النهارده كده ان اديكوا دليل على ازاي تشحن عربيتك الكهرباء في البيت. اي حد بيجيب عربيه كهرباء اول حاجه بيسال عليها ازاي هقدر اشحن العربيه الكهرباء بتاعتي، خاصه طبعا في البيوت. فالنهارده حبيت بما ان البرودكتس كلها عندي، فحبيت ان انا اوريكم دليلك لشحن عربيتك الكهرباء في البيت والفرق بين الشواحن تقدر تشحن بيها في البيت. فاول حاجه معانا اول شاحن يمكن كلكم سمعتوا عنه قبل كده، وهو بيلقب بالبورتابل تشارجر. المنظر اللي انتم شايفينه ده بتلاقوا دايما الفيشه الصناعي دي او فيشه طبعا او فيشه بلاج عاديه، والشكل اللي انتم شايفينه ده زي عامل كده نفس فكره الشاحن اللابتوب او الحاجات اللي هي خاصه بالاجهزه الالكترونيه يعني. وبنشحن ازاي بقى في البيت؟ بنجيب قطعه زي ديت، او هو بيبقى جاي بالفيشه بتاعته، بتبقى البلاج دي اللي بتحوله من فيشه صناعي لفيشه عاديه. خليني اوريكم. اهو بيقلبوا الفيشه عاديه، بنوصلها بالفيشه كده، مش محتاج اي فيشه موجوده في الحيطه. انا هنا جنبي فيشه اهي اوصل بيها. تمام. بيبدا الشاحن يشتغل وبيديك بقى الامبير اللي انت عايز تشحن بيه. بتقدر تتحكم فيه من الزرار دوت 8 10 16 20 32 لحد 32 امبير. فده شاحن، ده ميزته ان هو بورتابل، تقدر تتحرك بيه في اي مكان. تاخده معاك لو مسافر وفي مكان هتقعد فيه، شاليه او اي مكان وفي فيشه اكسس لفيشه، تقدر بقى ايه توصل وتشحن عن طريق الشاحن ده من اول 10 امبير لحد 32 امبير. 10 و16 لو هتشحن بالفيشه العاديه بيكون اخرك 16 امبير. لو عايز تشحن 32 امبير بتضطر تجيب بقى فيشه صناعي، السوكت بتاعها تركبه وتوصل بيه الفيشه الصناعي دي وتشحن 32 امبير عادي. ودي ليها تجهيزات تانية مختلفه تماما عن انك تشحن بفيشه. فده اول نوع من الشواحن معانا، ومش ده اللي انا جاي اكلمك عليه. ده الناس دايما بتستخدمه اللي ما عندوش مكان ثابت يشحن بيه. بيبقى حلو فلكسبل، اقدر اطول السلك اقلله واشحن بيه من اي مكان. فدايما الناس بتجيب دوت للطوارئ، او ان هو لو ما عندوش مكان ثابت يقدر يشحن بيه. طب لو عندك مكان ثابت تشحن فيه بقى، ايه اللي انا يعني انصح بيه وشايف ان هو اللي هيكون اوبشن احسن بكتير، امن، وفي نفس الوقت هيديك اكسبيرينس حلو قوي قوي وانت بتشحن، مش متعبه، مش تحتاج تحرك وتشيل وتعمل وفي كل مره تطلع ده من الشنطه وتشحن بيه. فهنا معانا جاي ده الشاحن اللي انا هوريه لكم، وهو الوول ماونت تشارجر. ده بيكون شكل الشاحن، وبصراحه انا طلبت الشاحن ده مخصوص نتكلم عنه، وجبته عشان فيه مميزات كتير قوي. يمكن معظم العربيات الصيني التشاينيزي اللي بتيجي من بره بتكون عربيات الباور بتاعها اللي بتاخده 7 كيلو، وبتكون سنجل فيز. يعني ايه سنجل فيز؟ بتشحن على 220 فولت. نفس فكره الشحن اللي انا هوريها لكم ده، بيشحن من فيشه عاديه اللي هي 220 فولت، بيبقى نفس الفكره برضو. العربيات دي بتيجي بتشحن الاي سي بتاعها 220 فولت. تمام. طيب، وقدراتها تقريبا بتكون 7 كيلو وات. في محطات، في عربيات بتشحن 7، وفي عربيات بتشحن 11. 7 كيلو وات مثلا زي عربيات فولكس فاجن، الاي دي 4، الاي دي 3، الاي دي 6، كل العربيات دي بتشحن بقدره 7 كيلو. والبي واي دي كمان، السونج بلس يمكن الاشهرهم دلوقتي، كل ده بيشحن سنجل فيز 220 عادي جدا. ففي الحاله دي الشاحن زي دوت هيكون ممتاز جدا. ليه بقى الشاحن زي ده ممتاز جدا؟ لانه بيدي الباور اللي هو 7 كيلو، وفي نفس الوقت هيكون في مكان ثابت تقدر تحطه في بيتك، في جميع انواع البروتكشن. بقى ليه انا بقول ده من افضل الحاجه لو انت عندك مكان ثابت؟ لان البروتكشن كلها بتاعته جواه، كل اللي محتاجه بس مين سيركت بريكر خارجي بيكون بقدره مثلا 40 امبير لو الشاحن 32 امبير اللي هو 7 كيلو ونص زي اللي قدامنا ده. وفي حاجه اسمها الار سي دي او ريزيدوال كارنت ديفايس، اللي هو بيحمي المستخدم وبيحمي العربيه في بعض حاجات كده، الفولتس اللي بتحصل في الكهرباء. يمكن اغلب الناس ما بتركبوش عشان توفر، او بيكون هو سعره غالي شويه، ولكن ده مهم. يعني لو انت عندك مكان ثابت عايز تضمن السيفتي، فده بيكون احسن اوبشن انك تستخدمه عشان تشحن عربيتك. فده اول حاجه معانا. كل اللي بتعمله بيركب الشاحن على الحيطه بيتعلق، وبتحتاج بقى ايه؟ الكابل طبعا اللي هتشحن بيه. في حاله عربيتك جي بي تي مثلا زي العربيات الصيني، ده السوكت هتدخله هنا، والجزء التاني بيركب في عربيتك.
ممتاز جدا في ايه بقى؟ ان انت هو كمان سوكت، فممكن لو حد جالك ضيف مثلا، أنا معايا مثلا عربيه امريكي السوكت بتاعها مختلف، شكل الكابل بيبقى مختلف، ففي الحاله ديت بنعمل ايه؟ خلاص هيجي هو بالكابل بتاعه ويوصل ويشحن. تمام، ففليكسبل. الكابل معاك تقدر تستخدمه برضو لو رحت محطه شحن بابليك تشارجر، فخلاص ده الشاحن الكابل بتقدر تستخدمه على الشاحن اللي عندك في البيت اللي احنا قلنا ده شاحن اسباني بالمناسبه اسمه سير كنترول، بيجي بضمان وبيجي حاجه محترمه جدا يعني، وفي اول حاجه في الكاتالوج بتاعه بيقول لك ان هو بيجي اكوردنج للستاندرد الاوروبي والبروتكشن الخاصه، بيكومبلاي مع كل المعايير الاوروبيه في البروتكشن. فده عشان كده انا بصراحه كنت متحمس له جدا. قلنا ان هو سوكت فتقدر توصل له اي نوع كابل. طيب هنتكلم بقى على العربيات اللي بتيجي زي البي ام دبليو اي 3، يمكن بدات تنتشر مؤخرا بشكل كويس جدا، واحده من العربيات الحلوه يعني. هي وعربيه تانية برضو التسلا مثلا الفيرجن الصيني. العربيات دي لاي فيرجن صيني بقى تاني زي مثلا بي ام دبليو اي 3 والتسلا الفيرجن الصيني تحديدا، العربيات دي بتحتاج عشان تشحن بالفول باور بتاعها تشحن 3 فيز، وقدراتها بتبقى 11 كيلو، بتاخد لحد 11 كيلو زي ما قلت الاي 3 والتسلا الموديل 3 الصيني. طيب في الحاله دي عشان تشحنها ايه اللي بيحصل؟ وبمناسبه التسلا موديل 3 لو وصلت لها الشاحن ال7 كيلو هتشحن لك بقدره 3.5 كيلو بس، لان هي اخرها تاخد 16 امبير على السنجل فيز. طب في الحاله دي بتعمل ايه؟ نفس الشاحن اللي انتوا شفتوه ده في منه جزء تاني بيجي بقى بالكابل بتاعه، وقدرته بتكون 11 كيلو وات. 11 كيلو وات، يمكن هنا ممكن ما تبانش قوي بس ده بيشحن بقدره 11 كيلو. طيب في الحاله ديت ال 11 هنشحن ازاي؟ برضو في البيت بنعلق على الحيطه. وميزه الشاحن ده بقى ايه الزياده عن الباقي، وهقول لكم ايه الفرق، امتى تختار ده وامتى تختار ده. ان انت تقدر تشحن دايركت، بيجي بالسوكت بتاعه الكابل بتاعه زي ما انتم شايفين الجن، بتوصل وتشحن مباشره. امتى بقى؟ طيب احنا كده عندنا نوعين من الشواحن الوول ماونت، واحد بيجي سوكت واحد بيجي بالكابل بتاعه. امتى اختار ده وامتى اختار ده؟ وجهة نظري ان دوت حلو قوي قوي في حالة ان انت المكان اللي عندك ثابت وخاص بيك وامان جدا، فانت كل اللي هتعمله هتلاقي نفسك اول ما بتروح والعربية موجودة الشاحن متعلق مديك ان هو جاهز للشحن، توصل تك تفك تعمل. وده في امريكا مثلا، يعني امريكا هتلاقوا الشواحن حتى البابليك تشارجرز الموجوده في امريكا بتبقى جاي واصله فيها الكابل، العميل ما بيحتاجش يجيب الكابل بتاعه معاه، فاكسبيرينس حلو قوي عشان يديك اكسبيرينس حلو. فدوت مميز في الحته دي ان انت هتيجي الكابل الشاحن موجود والكابل متعلق فيه، خلاص تك هتوصل وتعمل. طبعا زي ما انتم شايفين الكابل واصل اوريدي بالشاحن من جوه، فبيديله طبعا ايه يعني مش هيتسرق ولا حاجه. طيب لو انت بقى عندك عايز تستخدم الشاحن في اكتر من حاجه، لو جالك اي ضيف او حاجه وحب برضو يشحن عندك، فده تقدر تشحن من خلاله لان هو سوكت، وفي نفس الوقت عندك الكيبل ده تقدر تاخده تشحن بقى، هتحتاج تشحن بيه، ممكن تشحن بيه في بيتك وممكن تشحن بيه في البابليك تشارجرز، فعندك الفلكسبيليتي بتاعت ده او المرونه في ده. واخيرا انا نصيحتي لو عندك مكان ثابت وتقدر تشحن فيه عربيتك كل يوم والمكان ده محدش بيركن فيه غيرك، فافضل اوبشن في الحاله دي هيكون الشاحن الوول ماونت، سواء كان سوكت او بكيبل. لو ما عندكش طبعا هيبقى ما قدامكش غير الاختيار دوت، وهو البورتابل تشارجرز، تقدر تتحكم في الامبير بتاعه وفي السلك بتاعه. ده كان جزء سريع جدا كده شرح للشواحن اللي تقدر تستخدمها في البيت. اتمنى يكون الفيديو مفيد، ولو حد عنده اي استفسارات او حاجه تانية خاصه بالشواحن تقدر تسيب السؤال في التعليقات وهرد عليها على طول في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا لكم.